يا جماعة، أنا حاسة إني محتاجة أفضفض معاكم شوية، ويمكن الكلام ده يزعل ناس كتير مني، بس بجد الساكت عن الحق شيطان أخرس. أنا اسمي شنطة، ركزوا في الاسم كويس. شنطة يعني رمز الأناقة، يعني الواجهة اللي بتكمل شياكتك، يعني البيت الصغير اللي شايل أسرارك، مش سلة مهملات ماشية على رجلين ولا صفيحة زبالة متنقلة. أنا بجد تعبت وفاض بيا الكيل من اللي بشوفه جوه بطني كل يوم. مناديل مستعملة مكرمشة ومحشورة في الزوايا وكأنها آثار غارقة، وفواتير السوبر ماركت وبتاعة الكهرباء والغاز اللي بقالها سنين، وورق فتكوش ملوش أي لازمة. ليه يا بنتي بتعملي فيا كده؟ أنا معمولة عشان أكون مساعدتك الذكية ومنقذة ليكي في وقت الشدة، مش عشان أشيل كركبة وكراتين وخلاص. اسمعيني بقى، عشان من هنا ورايح نفتح صفحة جديدة، وعشان اللي هيتفرجوا على الفيديو بتاعك ده يتعلموا الأصول. أنا في حاجات أساسية لو موجودة فيا هكون أسعد شنطة في الدنيا وأشيلك فوق راسي. أول حاجة، المحفظة المنظمة. أرجوكي بلاش موضوع الفلوس اللي متنطورة في كل جيب دي. حطي بطاقتك وفلوسك في محفظة صغننة، عشان لما تحتاجي تدفعي ما تقعديش تنقبي عن آثار جوه قلبي وتطلعي وتدخلي وتدوري والناس تتفرج عليكي. وتاني حاجة، ودي سر بيني وبينك، لازم تشيلي في جيب سري مستخبي جوه بطنتي مبلغ بسيط وتنسيه خالص. سميها فلوس الزنقة، عشان لو يوم المحفظة ضاعت أو الفلوس الأساسية خلصت أو حتى نسيتي تسحبي من البنك، تلاقيني أنا اللي سنداكي وبقولك ما تخافيش يا ست البنات، أنا مأمنة ليكي الرجوع ومعززة مكرمة كمان. ونجي بقى للأناقة، مش لازم تشيلي شنطة ميك اب كاملة وتتقلي كتفك، كفاية قوي شنطة طوارئ صغننة فيها بلاستر جروح عشان لو الشوز وجعتك في نص الطريق، ومعاهم مرطب شفايف ومرطب ايد. الحاجات دي بلمسة واحدة بتخليكي فريش طول اليوم وريحتك زي الفل. وطبعا الشاحن او الباور بانك ده روحك. الموبايل لو فصل انتي هتتوهي وتتوتري، وانا وظيفتي الاولى هي حمايتك، فخليني دايما شايلة ليكي طاقة تنقذك. والنبي بقى ركزي في الحتة دي، الدبابيس. ايوه، علبة دبابيس سحرية صغيرة تكون في ركن آمن، لانك ما تعرفيش امتى الطرحة تفك او زرار قميص يطير او حتى فستان يتقطع فجأة. في اللحظة دي الدبوس ده بيكون هو البطل الخارق اللي بينقذ هيبتك وبرستيجك في ثانية قدام الناس. واخر حاجة بقى بطلبها منك، يا ريت ترحميني في موضوع المفاتيح، بلاش ترميها في وسط الزحمة، حطيها في الجيب الصغير المخصص ليها، عشان مش كل ما توصلي لباب البيت تعملي فيا حملة تفتيش وتطلعي كل اللي في بطني على السلم عشان تلاقي المفتاح. أنا يا ست البنات موجودة عشان أسهل حياتك وأخليكي ماشية واثقة في نفسك، مش عشان أحني ظهرك بكركبة ملهاش عوزة. نظفيني كل يومين، طلعي الورق اللي ملوش لازمة والمناديل القديمة، وهتلاقيني دايما خفيفة ومنظمة وشايلاكي في عيوني زي ما انتي شايلاكي على كتافك.